كثير من العداوات التي بين الناس كان يمكن أن تذهب بكلمة طيبة، كان يمكن أن تظهر ببذل الندى مهما كان قليلا، لكن الحمق والطيش وحظ النفس والتحدي هو الذي جعل العداوة بين الناس كالهواء الذي يتنفسه الناس. يقول ابن الجوزي أنه مما أفادته التجارب ألا يظهر العداوة. ليه؟ لأنك لا تدري أتحتاج إلى هذا الإنسان أم لا. شوف الإنسان لما يختلف، أهل العلم لما بيختلفوا تلاقي بينهم أرضية مشتركة، الخلاف يحطه في حجم. أهل الحديث كانوا يخالفون أهل العراق في أشياء، على الأقل منها النبيذ اللي هو كان يعني يرمي تمرات، والكلام ده قبل أن يشتد كانوا يشربوا أهل الحجاز، لا أهل العراق متأولين بتاع الكلام ده. ومع ذلك كان الإمام أحمد كما هو مشايخه من العراق كثيرون، منهم وكيع وغيره والعلماء دول، ومع ذلك شوف كان يحفظ ويتكلم عنهم كيف كان يتكلم. فأنا عايز أقول أنت وأنت ماشي في حياتك لابد أن تعلم أن الأيام دول سان صغير القامة اللي ملوش أي منصب في الدنيا كما قلت يمكن أن يكون سبب نجاتك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي، والله العظيم الآية دي تحل كل مشكلة موجودة على الأرض. لا يكون أساسها الدين. يبقى أنت لما يكون في خصومة بينك وبين أحد استعمل اللفظ الجيد. ليه؟ اللي نقل لك الوحش هينقل عنك، فلما ينقل هينقل ايه؟ ما يعرفش ينقل الا الجميل. فانت كده بتعين هذا الظالم ان يكف عن ظلمه. بسبب ايه؟ بسبب هذا الدفع بالتي هي احسن. يبقى هتفرقع منه بس مضطر تقول الكلمتين دول. كانت النتيجة ايه؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه، مش فصار وليا، لا، كأنه ولي حميم. ليه كأنه؟ قال لك لأنه مضطر في الظاهر أن يعاملك بالحسنى مع بغضه لك. الولي الحميم قلبه مشرب بالحب قبل أن تنطق جوارحه. ادي الولي الحميم. لكن ده مش ولي حميم، ده انت كبته. لازم يتكلم عنك كلام كويس. ليه؟ لانه هيتضرب بالبتاع دلوقتي اهو لو يتكلم عنك كلام وحش. يبقى كأنه في الصورة الظاهرة من يسمعه ولا يدري بحقيقة ما بينك وبينه يقول هو ولي حميم ولا لا؟ يقول هو ولي حميم، لكنه ليس كذلك على الحقيقة. يبقى أنت أجبرته في ظاهره أن يعاملك بالحسن كأنه ولي حميم.